ازاي ما كنتش اعرف طريقة تحويل الاسكي كود للباينري بالطريقة دي قبل كده؟ بكل بساطة الاسكي كود بتاع A small هو 97. كل اللي بنعمله يا جماعة ان احنا بنقسم الارقام اللي معانا بداية من الرقم ده اللي هو 97 على 2. ولو الرقم ده ما بيقبلش الاسم على الاتنين، يعني بيطلع كسور او باقي اللي هو اسمه ريمايندر بالانجليزي، بنحط هنا رقم واحد وبنطرح من ده واحد. يعني بدل ما بنقسم 97 على الاتنين هتبقى 96 على الاتنين، لان ده اقرب رقم بيقبل الاسم على الاتنين. 96 على الاتنين هيبقى فيها 48 والباقي بتاعنا هيبقى واحد. هناخد الرقم اللي بعده اللي طلع مننا ونقسمه برضو على الاتنين، يبقى 48 على الاتنين بيساوي 24 ومفيش باقي، لان الرقم ده زوجي بيقبل الاسم على الاتنين فمفيش اي كسور طالعه منه او ريمايندرز. هناخد الرقم 24 برضو ونقسمه على الاتنين، هيطلع معانا 12 ومفيش باقي. هناخد ال 12 ونقسمها على الاتنين، هيطلع معانا 6 ومفيش باقي. هناخد الستة ونقسمها على الاتنين، هيطلع معانا 3 ومفيش باقي. وبعدين ناخد التلاتة ونقسمها على الاتنين. ايوه، هنا بقى ظهرت المشكله. 3 ما بتقبلش الاسم على الاتنين لان هيطلع معانا كسر، هتطلع بواحد ونص. هناخد اقرب رقم للتلاتة اللي هو 2. 2 على الاتنين فيها الواحد، وبعدين الرقم اللي احنا طرحناه من هنا ده اللي هو الواحد هنكتبه هنا كباقي او ريمايندر، يبقى هنا واحد. وبعدين ناخد الواحد نقسمه على الاتنين، هيطلع ان الواحد برضو مش بيقبل الاسم على الاتنين، يبقى الرقم اللي قبله هو 0. 0 على الاتنين هيطلع ب0 والباقي بتاعنا هيبقى واحد. وبعدين يا جماعة بنبدأ نكتب الباينري كود كده، احنا جاهزين، بس هنكتبه من تحت لفوق مش من فوق لتحت. هنختار الريمايندرز اللي هنا دي وبعدين نكتبها من تحت لفوق كده، 1 1 0 0 0 0 1. تمام، بس في قاعدة كمان إضافية ممكن تحطها. انت كده معاك الباينري كود، بس لو دول مش 8 بيتس أو 8 خانات، بنعد الارقام كلها زي 1 2 3 4 5 6 7 ونحط حاجه اسمها initial او entry zeros. ده بيبقى رقم صفر هنا في البدايه او عدد الاصفار اللي انت محتاجه عشان الرقم ده يكمل 8 ارقام. فهنا احنا معانا دول عددهم 7 فحطينا 0 1. لو كانوا 6 كنا هنحط صفرين. دي قاعده غير ضروريه بس ممكن تتفاجأ في الاجابات ان مكتوب قدامك رقم نفس الرقم بس في بدايته صفر، يبقى انت كده جاوبت صح، فما تستخدمهاش غير لو هي مطلوبة منك بس. وكده جبنا الباينري كود من الاسكي كود بتاع ال97.